يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. والفضل الآخر لسورة الكهف يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت